في أعقاب تولي دولة مصطفى النحاس أول حكومة بعد تولي الملك فاروق السلطة سنة 36. الوقت ده بدأ تمصير جهاز الدولة المصرية، وكان أول قرار يصدره دولة مصطفى النحاس رئيس الوزراء أنه لغى ضريبة الغفر في القرى وما في حكمها في المدن. والضريبة دي كانت بتقطم وسط الفلاحين، وكانت شديدة القسوة جدا. ثم قصت بقية الأقساط اللي فاضلة على الفلاحين على مدار 5 سنوات، ثم شال 20% من قيمة الضرائب اللي كانت معمولة. ومن القرارات الجميلة جدا اللي عملها دولة مصطفى النحاس انه الغى جميع الاحكام التي صدرت بحق السياسيين من سنة 1919 حتى 1936، وعمل قانون لأول مرة في ذلك الوقت، وهو حق المواطنين المصريين في إقامة الدعاوى المدنية على موظفي العموم. قبل كده ما كانش بيسمح بإقامة الدعوى على الموظفين، موظف اختلس، موظف سرق، ما كانش يتم ذلك. وصدر القرار المجيد الجميل بتعيين اللواء محمود شكري باشا رئيسا لأركان الجيش المصري، وده أول رئيس أركان يتولى رئاسة أركان الجيش المصري من أول تأسيس الجيش المصري سنة 1882. وبعد ما قرر النحاس باشا عزل الفريق الإنجليزي سبنكس باشا المفتش العام للقوات البريطانية في مصر، واللي كان قائم بأعمال رئاسة الأركان. في الوقت ده كمان طلعت القرارات بتاعة دولة مصطفى النحاس إنه ألغى جميع الأحكام العسكرية اللي أصدرتها سلطة الاحتلال الإنجليزي من سنة 1919 حتى عام 36. وكمان من الحاجات اللي جميلة جدا إنه قرر عمل ضريح لدولة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، ونقل رفاته وهو وحرمه إلى مقر الضريح الحالي اللي موجود في وسط القاهرة.